ازاي تحافظ على بطارية الموبايل بتاعك خاصة لو كان الموبايل بتاعك ايفون؟ اكتر سؤال بيجيلي في الرسائل الخاص وفي التعليقات. السلام عليكم. اول حاجة هقولها لك، لازم تتأكد ان الكيبل والبلاجة بتوع الموبايل بتاعك اصليين. تتأكد ازاي؟ انا كنت عامل فيديوهات قديمة تقدر تقلب في الفيديوهات لغاية ما توصل لها. معرفتش توصل لها، ممكن تشوف حد متخصص انت بتثق فيه يبص لك على الحاجة دي، او تروح فريد لاين او تروح سويتش بلس او اي اسرايس لابل يبص لك عليهم، وكده انت ريحت دماغك. تاني حاجة والمهم، ان انت ما ينفعش تحط التليفون على الشاحن وتنام، لان هو بيشحن في ساعتين و10 دقايق، فانت بتنام من 5 ل 8 ساعات، فانت اوريدي بتدمر البطاريه. تاني حاجه، في ناس بتكلمني دايما وتقول لي طب انا بشيله من على الشحن وهو 80%، ده انا مش عارف. يا عم اشحن براحتك، اشحن من 0% ل 100%، من 20% ل 100%، من 90% ل 100%. المهم ان انت ما تشحنوش اكتر من مره واحده في اليوم وما تقلش عليه. الناس اللي بتلعب بابجي، رحمه يا جدعان بينا وبالله عليكم، لما تيجي تلعب بابجي ما تلعبش بالموبايل وهو على الشاحن، ده لان اصلا بيبقى التليفون مولع، انا مش عارف انت بتمسكه في ايدك ازاي، وده بيخلي ان الموبايل عامل زي الكيس اللي فيه ميه ومخروم، فكل الكهرباء اللي داخلاه بتنزل، فبيتعب اي سي الشحن، ولو تعب اي سي الشحن هيبوظ لك البطاريه، بعد كده يبوظ لك اي سي الشحن، وبنسبه كبيره بيكون الجهاز مهدد انه يقطع باور. تابعني لو انت اول مره تشوفني. انا بعمل فيديوهات ومقارنات عن الاجهزه الفلاج شيب والايفونات، وبحاول وبسعى جيدا ان انا اجيب لك محلات تقدر تعمل فيها خدماتك التكنولوجيه على قد ما اقدر. اهم حاجه ان تكون ناس عندها امانه وتكون اسعارها كويسه. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.